لا تبخلوا علينا بالاشتراك ولايك للفيديو لتشجيعنا. تلقى تصنيف منصة جلوبال فاير باور انتقادات خبراء أمنيين مغاربة مرة أخرى بعد وضع القوات المسلحة الملكية مجددا في المرتبة 61 عالميا، السابعة على المستويين العربي والإفريقي خلال أحدث ترتيب لسنة 2024. وكانت سنة 2023 حافلة بالصفقات القوية اللي أعلنت عنها الرباط سواء على مستوى الترسانة الهجومية أو الدفاعية، مع استمرار ورش إرساء منظومة صناعية دفاعية، وهي المستجدات اللي يبدو أن التصنيف لم يأخذ خلال تقييمه. وكان لافت وغريب وفق خبراء تجاوز الجيش السوري النظير ديالو المغربي في تصنيف 2024، الجيش اللي كيعيش على وقع التدخل الروسي والأمريكي والتركي ومختلف القوى الأخرى إلى جانب التنظيمات المسلحة الإرهابية. ووصلت المنصة ذاتها الاعتماد على ما كتسميه بمؤشر القوة اللي كيعتمد على البنية اللوجستية والموقع الجغرافي والقدرات العسكرية وكمية العتاد وغيرها من المؤشرات اللي تتحكم في نزول أو صعود كل جيش على حدة في التصنيفات الجديدة، وفق تعبير المنصة سالفة الذكر. الحسين أولودي باحث في الجغرافيا السياسية ومندوب عام للمنتدى الدولي للتعاون المغربي الإفريقي قال بأن تحديث هذه المنصة الشهيرة عرف بعض التناقضات الكبيرة اللي لا تتوافق مع المتغيرات اللي كتحصل في الواقع. وأضاف ضمن تصريحات لإسبريس أن هذا التصنيف اللي كيعتمد على العديد من المؤشرات العسكرية كان غريب خلال هذه السنة أن يبقى المغرب في المرتبة 61 عالميا عوض أن تكون في المكانة اللي كتستحق، وهو على الأقل ضمن 30 الأفضل. وأشار المتحدث ذاته إلا أن هذه التصنيفات تعرف ثغرات، ولها عدم قدرة المنصة سالفة الذكر على تتبع إجمالي الأسلحة لكل دولة، وأيضا عدم تطرقها لمؤشرات تنوع الأسلحة، وهذه النقاط الضعف اللي كتجعل التقارير كتخضع للتشكيك المستمر. وبه الباحث في الجغرافيا السياسية أن الخبراء العسكريين الدوليين هم أيضا ما كيوقفوش على مصداقية هذه التصنيفات، موضحا أن القوات المسلحة الملكية المغربية قامت بعقد صفقات جد قوية ومتطورة ولا تشمل سوق واحدة فقط، كما أن هناك دول تم التصنيف ديالها في مراتب متقدمة كتمتلك مؤهلات عسكرية جد ضعيفة، مبرزا بذلك أن هناك دول كتستورد أسلحة روسية اللي كتقوم فقط بالتجديد ديالها في كل سنة، ودول ميزانيتها جد متواضعة. وأضاف المتحدث بالقول أن هذا التصنيف ما كيشوفش العديد من المعطيات الواقعية وما كيتافتش لأش كيوقع في الميدان، ومن ثم كيجعل النفس ديالو كل سنة تحت سهام الشك والانتقاد. ومن جانبه سجل عصام العروسي خبير أمني أن هذه التصنيفات غير موثوقة وماشي معتمدة دوليا، والوضع ديال المملكة المغربية في المرتبة 61 دليل على اعتماد هذه المنصات على التوجهات السياسية بدون أي جدية. وأورد العروسي في تصريح لإسبريس أن هذه التصنيفات عندها توجهات سياسية واضحة وما كتخفاش على شي واحد، كما أنها ما كتمتلكش جدية كبيرة في البحث عن المعطيات الواضحة والظاهرة للعيان. وبين المتحدث أن هذا التصنيف كيدخل مسألة العتاد العسكري والصفقات اللي كيتم الإجراء ديالها، والمغرب في هذا الصدد خلال عام 2023 قام صفقات كبيرة مع العديد من الدول، وعنده حاليا قدرات جد مهمة تكنولوجيا وكيتجه إلى التصنيع، موضحا أن هذه المؤشرات كيتم التغافل عليها. وأنها الخبير الأمني الكلام ديالو بأن مفهوم القوة كيعني أن المغرب قوي باستراتيجية ديالو الكاملة وبالإمكانيات ديالو الوافرة والمتطورة واللي كتناسق مع استراتيجية خارجية دبلوماسية رزينة للغاية.